ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده هنعمل كشري مصري بطعم جميل وحلو. معايا 4 5 6 طماطمات كده سلقتهم علشان خاطر ايه لما يبقوا معايا حمر في الضرب يعني. ومعايا كوبايه حمص ومعايا كوبايه عدس. كل ده هنقعه واحطه يغلي كده لان ما كانش عندي وقت. وبعد كده جبت بصلتين وخرطتهم كده ناعم. وبعد كده بقى همسكهم ايه، حطيت عليهم معلقه نشا وقلبته بقى مع بعضه كده وظبطته. وبعد كده ايه، قلبته كده. وبعد كده هسخن الطاسه بتاعتي احط فيها زيت. وبعد كده ما تنسوش تصلوا على النبي. وبعد كده هنكمل. بصراحة لو حد عنده حل وحطيت بقى للطاسة دي، شويه لان زيت انا حلوين. تعبت الطاسه دي يا وانا جماعه بسويها عند كل بصراحة. بيت يعني بس عامه، حطيت يعني فيها هي شوية زيت بتسمر برضو كده لوحدها. بعدين ودلعتها كده. حطيت الطماطم كانت وبعد كده دابت جبت كده. الكبة دي وبعدين وطمنت قلت شوية بقى الطماطم اضربها في دول. الكبه. الطماطم دي على فكرة انا ضربتها وتعالوا بقى سلقتها حطيت الاول على البصل، كان فكرة الزيت قبل ما انقدح. احطها في الكبة. حطيت البصل فيه بصوا يا جماعة، محدش يقول علشان عليا ان خاطر يلحق انا دمي مش ينشف خفيف كده. في وبعد كده الفيديو. بصوا الطماطم انا انضربت. اي حد، وبعد يعني انا كده عمالة البصل معايا اتكلم في احمر الفيديو طلعته. فكل حاجة بتخلص في احنا ماشيين ثواني. خطوه خطوه بالراحه لكن خالص بصراحة اهو، يعني كل انا حاجة لسه لا في سلقت الحاجة مكرونه بتخليكي ولا عملت حاجه. تعبانة البصله جدا. هتحمر منك فخشي كده استفادي انك من الفيديو، مطلعاها بقى هيعجبك. وحطها على منديل كده عشان خاطر ويا رب الوصفة تنزل بتاعتي اي زيوت تجربيها. فيها وما او اي تنسيش برضه حاجه. تصلي على النبي. الصلاة على النبي وانت ما بتطبخي تخليهاش كده تتحرق قوي، بيطلعك من يعني مود كل ما الحمل ومن تبقى غسيل كده المواعين، تبقى حلوه لان احنا حمرا بنغسل كده يبقى المواعين اللون حلو. بس وبعد وما كده طلعته اقولكيش. ورشيت عليه رشه وبعدين ملح الوصفة دي بتاخد علشان هري لو ياما كده يعني ايه وكده وشغل ياما وغسيل مواعين ياما. يعني انت ياخد حضري لك الملح طفلة صغيرة الطعم كده الحلو ده. زي بعد انا ما كده كنت معايا عاملة 3 4 تغسل فصوص مواعين توم، وراك. معايا الحله. بص، وبعد كده بعد نزلت كده بقى بشويه زيت من بتوع الزيت بتاع البصل ده البصل. لازم تستفادي حطيتهم بيه في في الحله كل كده الوصفات في وايه الكشري. الكشري وسبتهم المصري ده يسخنوا. وبعد كده دلوع معايا بصراحة بصله وطعمه جميل مفرومه محدش اختلف عليه. فرمتها حلو كده وبعد في كده بقى الكبه برضو. تحمري حطيتها كده في البصلة ايه بتاعتك وتظبطيها كده. على تا- فكرة تاخد لازم لون. تحطي وحطيت معاها طماطم على فصين الطماطم دول 3 توم دول. بصلة وبعد كده صغيرة نزلت كده عليها لازم بالطماطم اللي تبشريها انا ضربتها وتحطيها عشان وصفيتها. يبقى طعم يا جماعه الصلصة صفوها بتاعت لانها وحلو. بتبقى فيها يلا يا الطفل كده رب بيبقى شوية البهارات دول عامل هقول شويه. عليه. يا وبعد رب كده الفيديو معايا بتاعي كمون يعجبكم، وكزبره ويا ريت وفلفل تخشوا اسود تشوفوا وملح. الفيديو على الآخر. وبعد كده بقى معايا وما كوبايه تنسوش تصلوا سكر، على النبي معلقه وما نص تنسوش معلقه اللايك سكر كده عشان والاشتراك في الحموضه وكده. القناة وعشان وشويه خل يوصلكوا صغيرين حطيتهم. يوصلكوا بعد كل كده جديد. برضو والله يا جماعة أنا بتعب معايا في الزيت الفيديو بتاع بجد. قلي التحمير برضو بتاع فادعولي البصل ده إن ربنا يصلح بيخليكي الحال. بصي يسهل ويا عليكي رب بصراحه. كده معايا أكون شويه ضيفة خفيفة شعريه كده عليكم كوبايه، وما والله كوبايه تتضايقوش بس مني. يعمل كميه ياما ومع بصراحه، ما ألف كانش سلامة والسلام كنتش عليكم عايزه ورحمة اعمل الله انا كده. وألف سلامة. وبعد كده برضو كوبايه لسان العصفور. وبعد كده معايا بقى الصلصه كانت كده هو كده القوام اللي انا كنت عايزاه. القوام ده 100 100. وسبتها تغلي 10 دقايق بالظبط بعد ما انت تحط الطماطم وكده، لان انت اصلا مش عايزاها ان هي تبقى ناشفه، عايزاها تبقى فيها